هل المعلومات اللي بناخدها من الكتب والكورسات بتطبق فعلا في ارض الواقع وبتفيدك في التمارين اللي انت بتحطها؟ ما اكيد طبعا. ما عندك تمرينه زي السيتد كالف ريزس والستاندنج كالف ريزس، لو دايما بتلعب وانت قاعد بس الجاستروكنيميوس اللي هي العضله الكبيره بتاعت السمانه مش هتكبر اصلا. فلو عندك فرصه انك تختار تمرين واحد بس سواء ده او ده فاختار ده. نفس الكلام في يوم الظهر، لو بتلعب تمارين كلها فيها شولدر اكستنشن سواء بالدمبل سواء بالكيبل سواء بماشين ايا كان، ففي الاول وفي الاخر بتشغل عضله اللاتس. اعمل الحركه ما بين الشولدر اكستنشن والشولدر ريتراكشن، فاكيد فهمك علم الحركه والتشريح هو اللي هيخليك تعمل تمرينه متكامله. نفس الكلام في الشولدر بريسز سواء تجميع امامي او تجميع جانبي. ناس كتير كانت فاكره ان التجميع الجانبي بيجيب الكتف الجانبي، لكن في الحقيقه هو بيجيب الكتف الامامي اكتر. فلو البروجرام بتاعك حاطط كتف امامي وجانبي وفاكر انك مستهدف الجانبي مش هيتطور للاسف. فحط تمارين زي الرفرفه الجانبي سواء بالكيبل او بالدمبل عشان تستهدف الميدل دلتويد، وبرده الترابيز سواء بتطلع لفوق بس ولا بتطلع لفوق وتضم ناحيه العمود الفقري عشان تحرك الابر ترابس بشكل سليم اكتر من عضلات الاليفيتور سكابيولا. كمان تمرين البول اوفر اللي انت بتمسك الدمبل وبترجع كده لورا، والله دي تمرين لاتس عشان بتعمل شولدر اكستنشن مش تمرين تشيست. كل الكلام ده بناء على علم ساينس بيز هو اللي خلاك تعرف تعمل بروجرام ديزاين مظبوط، ومن غيره هتتسوح كتير في التمرين وهتعمل تمرينه غير متكامله. وبس كده، سلام.